دلوقتي احنا هنعمل بقى ستارة المطبخ من ستارة عندنا، وبكل سهولة اعادة تدوير. طبعا زي ما احنا شايفين المطبخ زي الزفت، مش قادرة اقول لكم يعني حاجة تسد النفس. بس احنا هنخلص كل ده وهنرجع تاني يكون المطبخ زي الفل. طبعا الشريط اللي احنا شايفينه ده الشريط الدبل فيس. لو انتوا لقيتوا العريض الشفاف يبقى افضل. انا ده اللي لقيته قدامي، حطيته كده على الحوض، ولسه هشيل اللون الاحمر ده، الشريط الاحمر ده، ونبتدي بقى نلزق السكotش اللي هو وش اللي هو الناعم والوش الخشن ده، طبعا احنا عارفينه. انا كده هلزق الوش اللي هو الخشن، نلزقه كويس داير ما يدور، وبعديها بقى نخيط الوش التاني في قلب الستارة. كده انا خلصته، لزقت الجنب ده كله. هنروح بقى على المكنة وهنخيط الشريط التاني. طبعا الستارة دي كانت عندي، كانت مقصوصة من ستارة تانية، فانا لقيتها طبعا بصراحة جاهزة ومكشكشة كده معايا وبتخيطة جاهزة. انا طبعا هقصها بطول الحوض وهظبطها، مش محتاجة ان هي تتفصل ولا اي حاجة. انا يا دوبك هقيس الطول وخلاص، وهخيط الشريط فيها وبكل سهولة. طبعا احنا بنشوف اللي عندنا لو في ستارة مناسبة في اللون وجاهزة مفيش مشكلة، هتبقى سهلة عليكي جدا جدا، ولا تشتري ستارة ولا اي حاجة. طبعا ما عندكيش مكنة، ما عندكيش الليلة دي كلها، طبعا هيبقى احسن ليكي ان انتي تشتري ستارة. بس طبعا انا لقيت ان دي تحت ايدي ووفرت عليا بقى كل حاجة موجودة في البيت، فوفرت عليا بصراحة. فانا هخيط الشريط دلوقتي وهخلصها، وهتشوفوا دلوقتي في الاخر هتبقى عاملة ازاي. هتتشال وتتغسل وتتحط زي ما انتي عايزة. شيل بس الحلقات منها الاول وهجهزها كده. طبعا احنا هنخلص بقى هنا، وهنروح بقى ننضف المطبخ بتاعنا ونشوفه بعد ما نخلصه خالص. طبعا هخيط الشريط اهو زي ما احنا شايفين، واحده واحده. وطبعا الستاره دي عايزه لها تكمله تانية لان هي طلعت صغيره، مش طول الحوض. خلصها وارجع لكم اهي زي ما احنا شايفين. ايه رايكم؟ انا طبعا معموله حتتين زي ما دي الحته التوصيله التانية، وخليت دي مفتوحة علشان انا بعلق شنطة في الشيالة اللي تحت الحوض عشان تسهل عليا. فهي كده كده كانت مفصولة كده. بعد ما ركبتها في الحوض، ودي الفاصل اللي بينهم، الحتة دي طلعت طويلة معايا شوية، مش مشكلة. بس بنقدر بقى نشيلها من هنا او من هنا بأي سهولة، وتغسليها براحتك وتحطيها براحتك. وعلى فكرة نقدر نركب الشريط ده في مشمع خفيف، ونشيله برضو ونحطه بكل سهولة. اهي من الجنب خليتها قصيرة من الارض عشان ما تبقاش طايلة الارض. هخلص بقى المواعين وكل حاجة وهرجع لكم تاني تشوفوا الحوض وهو فاضي. هي بتتشال من هنا، هي بتتشال بكل سهولة اهي. شيلها تتركب تاني، بس جميلة جدا ومريحة جدا. ما تنسوش تدعموني في القناة بلايك واشتراك، وقولولي تحبوا تشوفوا ايه في الفيديو الجاي. قولولي رأيكم، مستنية تعليقاتكم على الفيديو. طبعا هنا بعد ما خلصت المواعين والحوض بقى زي الفل، وبقى يعني حاجة مريحة، راحة نفسية. مش قادرة اقول لكم على الراحة النفسية لما الحوض بيكون فاضي وجميل.
مش قادره اقول لكم. يلا مع السلامه.